لازم يبقى في تركيز لان الغلطه فيه بتزعل، ممكن تخسر الكنترول او الليد نفسه يتحرق او الباور سبلاي يبوظ. فيبقى عندنا الفيشه دي بنركب فيها الكنترول اللي هو بيتحكم في الاضاءه والمود اللي بنغير منه شكل الاضاءه كده. بقى عندنا سلكين، النيوترال واللايت، وده النيوترال هنحطه مكانه بالشكل ده. هنا الريموت فيه 3 مفاتيح، واحد بيغير المود، لكن الصعوبه بالنسبه لاي حد هي انك انت تبقى عندك اكتر من قطعه او مقطعه وصلات، وتبتدي توصل كل ده وتجمعه على الكنترول بتاع التحكم ويشتغل كله زي بعضه. يعني حطيت 5 قطع او 4 قطع، المفروض ان لما اجي اشغل يديني نفس المود في ال5 قطع. اول حاجه بركز عليها في التركيب ان انا بيكون في عندي سهم على شريط الليد، السهم ده اتجاهه كده يبقى، بس نفهم مع بعض الاول. دول 5 اسلاك طالعين معايا من الليد، لان انا اصلا هعدل، فالموضوع بقى ايه سهل ان انا افك ده كله وابتدي اوصله من اول وجديد على التوصيلات بتاعتي اللي انا عايزها. خط اسود حطيت معاهم كمان سلك مجدول او سلك نص مللي شعر، ده هخليه له كنترول. تعالوا كده نجرب مع بعض ونشوف الباور سبلاي. كده احنا التوصيلات بتاعتنا مظبوطه، والخطين او الوصلتين شغالين مع بعض بنفس النظام. طيب عشان وقت الفيديو عشان ما اطولش عليكم، انا هكمل بقى، احنا خلاص عرفنا الطريقه ازاي، هكمل اللحامات دي ونروح بقى نكمل موضوع التركيب والتوصيلات هتبقى هناك ازاي. كده نجرب ونوصل نشوف شغلنا نتيجته ايه. بس انا بقى اجيب لكم الريموت عشان الكلام يحلو. اهم حاجه في الموضوع ان هو انا عندي 4 قطع دلوقتي، النظام اللي شغال يبقى موحد في ال4 قطع، مفيش